ماهر. خليك انت يا عمر. خليني سابق السماهر وانت كده. فهمني رايح فين؟ الكلب. انا الاوان اصفي حسابي معاه. مين ده؟ عوني؟ لا مش عوني، واتفضل انزل. والمصحف ما انا نازل. لما نبقى اتنين مع بعض احسن ما تروح مكان زي ده لوحدك. انت عارف انا رايح فين يا عمر؟ معرفش، سمعتك بتقول مطبعه توزيع حاجه كده. طب لو هتيجي معانا مش عايز اي تهور، ممكن الحكايه تبقى هزاريه سخيفه كده وتخلص. ها؟ ما تخافش يا بص، مفيش تهور ولا حاجه، اطلع بقى يا اخي. مش بقول لك عوني؟ مش عايز تهور، خليك فاكر. ها؟ فاكر يا بص. ماشي يا عباد. ايه يا عم؟ كبرت علينا ولا ايه؟ اسمك بسم الله ما شاء الله منور في التلفزيون. قشطة يا ماهر، قشطة يا عمر. اهلا يا شاكي. هاي. هاي يا ماهر. هاي. انتوا مستنيين ضيوف ايه كده؟ اهلا وسهلا يا سيدي، خليهم يجوا يحتفلوا معانا. اهلا يا ماهر بيه، ما تقعد تشاركنا الاحتفال. لا انا ما يشرفنيش اقعد على ترابيزه بالمنظر ده. ايه اللون الجامد ده يا ناس انا؟ وانت بالذات ما بحبش اسمع صوتك خالص. الله فهمني ليه كده؟ قوم يا ابراهيم، عايز اتكلم معاك كلمتين على جنب. طب ما تيجي نقعد هنا نتكلم احسن. عايزك لوحدك. انا مش هتاخر عليكم. خليكوا هنا، ده صاحبي. على فين يا ابو نسمة؟ انت مش سامعه؟ بيقول له عايزك في كلمتين لوحدينا. تعالى اقعد اعمل لك درينكس. لا خلاص، اعمل لك واحد نعناع مغلي. مش عاوز حاجه من خليتك. الله. طب بقول لك ايه؟ انا معايا حته سلوفان حمراء الفها لك في سجارتين يعدلوا لك الطاسه. قلت لك اقعد يا عوني. يعني وانت لازم تتقرص كده عشان واحد يعرف يقابلك. انا قلت لك اني هاجي لك بكره. والجورنال بتاعك معاك مش كده؟ اديك فهمتها لوحدك. انت جاي تهدد بقى مش جاي تمضي معايا، صح؟ لا مش صح. لا 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 صح. وانا ما بتهددش يا ماهر. الجورنال بتاعك هتخش تمضي معايا يا بابا بكره اوام كده، ونسجل العقد في الشهر العقاري عليها بثواني كل الجورنال بتاعك في السوق. الكلام اللي بتقوله ده خطير يا ابو خليل. انا وازن وحاسب ومفكر في كل كلمه قلتها. طب واذا قلت لا؟ القرصه اللي احنا عملناها لك النهارده دي هتتطور تبقى اكتر. هو محروس منك اسمه احمد مش كده على اسم الوالد. بقول لك ايه، الحق نفسك قبل ما القطر يدوسك. انت معايا يا ورا ابوك هتاكل الشحت. انت فاكر نفسك في شيكاغو؟ فاكر ان البلد سايبه للي زيك؟ كذبانه كذبانه.
على فين يا عوني بيه؟ احنا كنا مروحين. خدوه. ايه طيب يا باشا؟ احنا ما عملناش حاجه يا جماعه، ما فيش حاجه. هم اللي بيتخانقوا مع بعض. سوء تفاهم بين الناس وبعضها. محدش يتحرك. كله يثبت مكانه. ممنوع، من فضلك يا استاذ ممنوع. معلش ساعدني. معلش ممنوع. ايوه ماهر، انت فين يا ابني؟ بتقول ايه؟ عمر؟ ماله عمر؟ فين؟ انهي مستشفى؟ رد عليا، ماله عمر؟ طيب انا جاي لك على طول. خير يا بابا، ماله عمر؟ تعور من المستشفى. بسم الله الرحمن الرحيم.
ايه الاخبار؟ بقالهم اكتر من ساعه في اوضه العمليات وما حدش خرج. ربنا يستر. عمر اخباره ايه؟ ان شاء الله هيبقى كويس. استريحوا. ايه اللي حصل يا ماهر؟ ايه اللي حصل؟ ادعي لاخوك يا رامي ربنا ينجيه. ادعوا له كلكم. عمر جراله ايه يا عمر يا لينا؟ عمر جراله ايه يا ماهر؟ عملنا فيه ايه؟ اهدي يا ضحى اهدي. عمر هيبقى كويس ان شاء الله. هشوفه. اوضه العمليات. ادعي له ربنا ينجيه ان شاء الله. طمني الحمد لله.
ايه الاخبار يا دكتور؟ العمليه كانت دقيقه قوي، نزف كتير، لكن الحمد لله. يعني اقدر اشوفه؟ لا ما ينفعش، هو دلوقتي تحت تاثير البنج وبنقولوا له دم ومحاليل. ارجوك اطمنوا خالص، الدكاتره عملوا كل اللي يقدروا عليه، هو دلوقتي بين ايدينا بينا. يعني هو لسه في خطر؟ لو الليله دي عدت على خير يبقى انكتب له عمر جديد. لو محتاج ننقله اي مكان في الدنيا. هو للاسف مش ممكن يتحرك من مطرحه دلوقتي، هو كل اللي محتاجه منكم انكم تدعوا له وان ربنا يعدي الليله على خير. اتفضل معايا يا دكتور احمد، في شويه ايوه سيدي. ايوه يا احمد، كل ده وسايبني كده؟ طمني. ايوه الحمد لله. لا بخير. ايوه انا مع العيله كلها هنا. طب يا احمد، بس ارجوك طمني اول باول، ما تسيبنيش كده زي ما عملت. مع السلامه. تحت في حد جوه؟ ايه يا اخينا انت عايز ايه؟ عايز بس اعمل محضر اثبات حاله لو سمحت. خش الظابط نباتش على اليمين. الحمد لله. يعني اقدر اشوفه دلوقتي؟ ما ينفعش دلوقتي، لما يجي الدكتور ويشوفه نبقى ننقله للعنايه المركزه. انا بس جيت اطمنكم ان النهارده الحاله بقت كويسه الحمد لله. الحمد لله. يلا بينا نشوف لنا حته نصلي فيها الصبح. نصلي لنا ركعتين شكر لله. انت عارف الصلاه دي اصلا بتشيل هم وتريح القلب الحزين. جدك الله يرحمه.
نور. احضر لحضرتك الفطار. نسكافيه ساده وبسكوت رجيم بس. ايوه حاضر. وانا عارفه ايه اللي حصل لك ده يا اختي، وعشان ايه ده كله يعني. يلا انا مالي، امر لله. يا ستي انت طول عمرك تقولي لي لازم الواحد يفطر كويس علشان يقدر يشتغل طول النهار. الكلام ده كان زمان يا مهجة. انا دلوقتي عايزه انزل على الاقل 10 كيلو في خلال شهر. ليه يا ست منصوره؟ ما انت زي الغزاله اهو. صحيح يا مهجة؟ او غلاوتك يا ست منصوره. قولي لي بقى، والغدا اخباره ايه ان شاء الله؟ مسلوق. مسلوق. ايوه مسلوق. مفهوم. مع السلامه. مع السلامه. مسلوق. مسلوق. احنا عيانين هنا ولا ايه؟ انا مالي. مسلوق مسلوق. ايه ده؟ الباب مقفولة ليه؟ مش حد هنا ولا ايه؟ عبد الله! عبد الله! عبد الله يا سالم! جاي لك اهو يا اسطى صابر. ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ افتح يا عم! ايه؟ ايه في ايه؟ مفيش عجل تحت التندة ليه؟ هو مفيش حد هنا ولا ايه؟ هو انت ما تعرفش؟ ايه هم باعوا العربيات؟ ده مكتوب في الجرانين كلها. ان هم باعوا العربيات؟ لا الخبر. ايوه خبر ايه؟ سي عمر. سي عمر ده فيلم. ضربوه بالسكينه اللي امبارح في بطنه. يا عم انت اتفرجت على فيلم تاني. سي عمر بتاعنا مكتوب اسمه في الجرانين كلها، وبيقولوا ان في واحد بلطجي ضربه بالسكينه في بطنه. يا خبر اسود. ومفيش حد هنا ولا ايه؟ كلهم في المستشفى، من البيت كبير لغايه الست الصغيره ريم، كله بايت في المستشفى. ما قالوش مستشفى ايه؟ لحظه واحده. العنوان اهو. والله يا اسطى صابر ولا ليك عليا يمين، لولا ان الفيلا لوحديها لو كنت جيت معاك. يا عم انت هتتحالم مع سنه. العنوان معايا. السلام عليكم. مع الف سلامه، ولو عرفت اي حاجه يبقى بلغنا الله يسترك. لسه منصورة. خير يا استاذ فضل، واقفين كده ليه؟ اتفضلوا يا جماعه على فصول. اتفضلوا. في ايه يا استاذ فضل؟ مفيش طابور بره ليه؟ وايه التجمع ده؟ واقفين كده ليه؟ احنا لغينا الطابور النهارده. مين اللي قتل اخوه؟ مين اللي قال لكم تعملوا كده؟ وحضرتك ما عرفتيش؟ ما حدش بلغك؟ او الخبر موجود في كل الجرايد. يا استاذ فضل الله، ممكن تقول لي ايه اللي حصل بالظبط؟ مين جراله ايه؟ طب حضرتك اتفضلي في المكتب وانا فاهمك على كل حاجه. اتفضلي. عمر؟ ده اللي مكتوب في الجورنال. طب ما قالوش الاصابه شكلها ايه؟ لا بس اللي انا سمعته ان هم نقلوه المستشفى وبحاله خطره. طب مستشفى ايه؟ ما قالوش. بقول لك ايه، روح انت شوف ابن اخوكي وانا هقعد هنا اهوت كانك موجوده بالظبط. طب يا فضل الله، لو سمحت روح انت طلع الطوابير وشوف الفصول. حاضر.
يا ولاد طمنوني. الحمد لله يا عمته عدى مرحله الخطر. اتفضلي حضرتك استريحي. كده تعملوا فيا كده؟ اعرف الخبر في الجورنال؟ تعالي يا واد يا منصوره، ما حدش كان فايق حاجه. تعالي يا عمته اتفضلي. انتوا مش معتبريني من العيله دي ولا ايه؟ حتى الغرب بلغتوهم وانا لا. المهم هو ازاي دلوقتي؟ الحمد لله يا عمته، الحاله استقرت الحمد لله. امال هو فين؟ هو في العنايه المركزه ومانعين عنه الزياره. وايه بقى اللي مكتوب في الجورنال ده يا سيمان؟ انتوا كنتوا في كباريه بتعملوا ايه؟ ومين البلطجي اللي ضربه ده؟ وضربه ليه؟ دي حكايه طويله قوي يا عمتي، هقولها لك بعدين. وهي مراته فين؟ عنده جوه. هو الدكاتره ما سمحوش غير اتنين بس يشوفوا، امه ومراته. كفايه بقى يا ضحى، مش تحمدي ربنا يا حبيبتي؟ الحمد لله على كل حاجه. انا لما اتصورت انك ممكن تتعب مني كنت هتجنن. بعد الشر عليك يا حبيبتي. امال احمد فين؟ في البيت مع الدادا. كفايه بقى وقومي روحي له. خلاص يا ضحى، روحي انت يا حبيبتي، انا قاعده معاه والحمد لله هو عدى مرحله الخطر. احمد محتاج لك اكتر مني يا حبيبتي. لو بتحبيني بجد روحي له. لا انا هفضل معاك. وبعدين يا ضحى روحي يا حبيبتي، اسمعي كلام جوزك. خلاص بقى يا ضحى، متخافيش يا حبيبتي، ماما قاعده معايا. يلا روحي بقى، بس تبوسي لي احمد. الحمد لله السلامه يا حبيبي. عم صابر. ست ريم، اخبار سي عمر ايه؟ الحمد لله يا عم صابر، ربنا نجاه من الخطر. يا رب يا رب، الف سلامه عليها يا ست ضحى. الله يسلمك. بابا والعيله كلها في الاستراحه هنا. الاستراحه دي فين؟ اهي هنا. هي هنا. عيب كده يا صابر، احنا هنا في مستشفى. ده سي عمر. يا فندم انا اللي عامل المحضر ده من امبارح. انا غريب الغريب يا فندم، رئيس تحرير جريده همسات الجديده اللي اتسرقت. ما انت قلت الكلام ده في المحضر قبل كده. ايوه يا باشا، بس انا من ساعه ما قلته مفيش اي حاجه حصلت. يا فندم الجريده دي كان المفروض تنزل من امبارح بالليل في السوق. ما احنا لسه بنعمل تحريات يا استاذ غريب. يا سعاده الباشا مفيش داعي لاي تحريات ومفيش وقت للكلام دوت. ممكن سعادتك بس تديني قوه من عندك وانا اوريها المكان اللي اتشونت فيه الجريده. وايه اللي عرفك مكان تشوينها؟ يا فندم انا صاحب الجريده، انا رئيس تحرير الجريده، انا اللي ما بنامش الليل من ساعه ما اختفت الجريده. يا فندم دي لازم تنزل النهارده باي طريقه. يعني انت عارف مكان تشوينها؟ كل ده تليفونك مقفول يا احمد.
بابا. ايوه مش تقوم حضرتك ترتاح؟ احنا خلاص اطمنا على عمر، وقعدة حضرتك هنا مبقاش ليها لزوم. لا انا قاعد. طيب تحب اخد لحضرتك سويت هنا ترتاح جنبه؟ لا. ليه بس طالما حضرتك قاعد؟ انا مستريح كده. هو انت يا بابا غاوي تعذب نفسك؟ ارجوك روح انت. انا مش بقول لحضرتك كده عشان عايز اروح. انا اللي عايزك تروح. ممكن تسمع كلامي من فضلك؟ انا عايز اقعد لوحدي. طيب يا بابا انا ماشي. تصبح على خير. ماهر، انت ايه اللي جابك؟ انت مش قلت انك هتبيت هناك؟ بابا مرضيش. روح هو كمان. لا قاعد هناك لوحده. قعدوا هناك ما منوش فايده. طب كان يروح دلوقتي ويروح له تاني بكره الصبح. قلت له الكلام ده مرضيش، ومرضيش اني اقعد معاه، ولا حتى رضي ان انا اخد له اوضه هناك. طب هو ليه بيعمل كده؟ واضح انه عايز يعذب نفسه فعلا. طب تعالى مع الشيك. ماليش نفس. يعني ايه مالكش نفس يا ماهر؟ ده انت بقالك يومين ما اكلتش، لازم تاكل طبعا. بتعيط؟ انا السبب في كل اللي حصل ده. تقولش كده يا ماهر. لو حصل حاجه لعمر انا مش هسامح نفسي طول عمري. اوعى تقول كده يا حبيبي. اللي حصل ده قضاء وقدر. وبعدين احنا الحمد لله اطمنا على عمر. ماهر ما تعملش كده في نفسك. ما تعملش كده والا انا كمان هعيط. خلاص خلاص. هتقوم بقى لما اشيك. لا ماليش نفس لينا. عشان خاطري، عشان خاطر احمد وحياتي عندك. يلا. ايوه حبيبتي، بقول لك ايه، هيعرضونا بكره على النيابه. انا ماليش دعوه باللي حصل. انا مش عايز اتاخد في الرجلين. لازم تكلمي اخوكي ماهر. يلا يا اخينا قبل الصامت ما يجي. حاضر حاضر يا حضره الصول. بقول لك ايه يا حبيبتي، انا ماليش دعوه. دي خناقه بين اخواتك والراجل ده، وانا ماليش ذنب فيها وما اشتركتش فيها، واخوكي ماهر عارف الكلام ده كويس. مش عارفه اقول له الكلام ده ازاي. المحامي جالك؟ ايوه حبيبتي جالي، وهو اللي فطمني على كده. انا اقول اللي حصل وماهر اخوكي ياكد على كلامي. ماشي يا لولو؟ ماشي يا حبيبتي؟ انا بحبك يا لولو. لولو انا بموت فيكي. خلاص يا فندي، خلاص يا اخيني، خلاص حظابك وصل. يلا قبل ما اشوفك، يلا قدامي. منك لله يا عمي، تعمل كده فينا. استاذ فضل الله، انا رايحه المستشفى وهرجع على طول. من فضلك خلي بالك. اخلي بالي من ايه بالظبط؟ من المدرسه طبعا. هتخلي بالك من ايه يعني؟ خلي بالي من مديرة المدرسة. أنا خلاص يا منصورة ما بقتش قادر على بعاتك. أنا آسف جدا. أنا ما كانش قصدي. أنا كان قصدي أعبر عن اللي جوايا. حقك عليا. انا اللي حقك عليا يا فضل الله. ما تزعلش مني. لا انا مش عارفه جرالي ايه. طبيعي، طبيعي جدا. اللي حصل ده طبيعي جدا. أنا أصلي أحمق. احمق؟
ليه بتقول على نفسك احمق بس يا فضل الله؟ انت اللي عملته ده تصرف طبيعي. انا بس اللي ما كنتش متوقعه الخطوه دي. خلي بالك انا ماشيه. ربنا ينصرك في كل مكان ويحوطك من كل جانب. صباح الخير يا عمته. صباح الخير. شكلك كده خارجه بره المدرسه، رايحه فين؟ المستشفى طبعا. طب على اذنكم عمر خلاص بقى كويس، وبعدين انا عايزك تبقي روحي زوريه بالليل. هو في حد هيزوره بالليل؟ مسلينا ولا بلاش؟ نعم يا استاذ فاضل. اصل بلاش. خير يا استاذ فضل. اصل الباشمهندس ماهر هنا ماهر؟ فين؟ عند منصوره، قصدي الانسه منصوره. والله؟ انا سايبه عندها في المكتب. يظهر الله اعلم جاي يفتش عليها. يفتش عليها؟ ايوه، اصل هي كانت عايزه تزور الباشمهندس عمر في المستشفى، هو منعها. ماهر منعها من مروح المستشفى؟ ايوه، انا كنت هحل محلها في الفتره ديت. انا على فكره في الاداره امكانياتي 100 لم اكتشف بعد. طيب طيب ايه؟ بقول لك امكانياتي لم تكتشف بعد، انا اداريا يعتد بيا. ها طب وبعدين؟ ولا قبلين، انا خبرتي دلوقتي تؤهلني ان انا امسك منصب اداري مهم. استاذ فاضل، انت عايز تحل محل مس منصوره؟ لا، انت عايز توديني في داهيه ولا ايه؟ انا بتكلم على المدارس الاعدادي يعني. دفعتي في الحكومه دلوقتي بقوا منظار. استاذ فاضل، انا مش فاهمه حضرتك عايز مني ايه بالظبط. طلب صغنطوط قد كده اهو. احنا طبعا زمايل من زمان، وواجب الزماله ليها حقوق على بعضينا يعني. انا عايزك تزكيني عند الباشمهندس، وما تنسيش ان احنا هنبقى اهل. مش لما نبقى الاول يا استاذ فاضل؟ انت هتطمني الانسه منصوره كده موافقه؟ بتتكلم جد؟ انت مش مصدقني ولا ايه؟ اساليها. طيب يا استاذ فاضل، طيب عايز حاجه تانية بقى؟ طلب صغنطوط اقل من اللي فات شويه كده اهوت. تاني؟ والباشمهندس بيشتري هدومه منين؟ مش فاهم. اصل انا نويت اغير من مظهري يعني ولبسي يعني لزوم المرحله الجديده، انت فاهمه. مرحله جديده ايه يا استاذ فضل الله شحاته؟ مرحله انضمام لعيله العربي، هي دي قليله. اتوسل اليكي، قولي لي بيجيب لبسه منين؟ انا اصلي بحب لبسه وطريقته في اللبس يعني. والله يا استاذ فضل يعني هو ملوش مكان معين، معظم هدومه بيجيبها من بره. بره فين يعني؟ بصي يا استاذ فضل، في محلات في المهندسين بتبيع هدوم شبه اللي بتتباع بره بالظبط. ابوس ايدك دليني عليهم. ايه يا اخوانا واقفين كده ليه؟ الباشمهندس عمر، ازاي يا باشمهندس؟ باشمهندس عمر كويس. كنا عايزين نعمل وفد من العمال ونزوره في المستشفى. لو بتحب عمر بجد الشغل يمشي كانه موجود بالظبط. شغل ماشي يا باشمهندس، بس احنا كنا عايزين نطمن عليه. لا اطمن، وانا هبلغه سلاماتكم دي. يلا بقى عشان نشوف شغلنا. يلا شكرا على الله. يلا اتصل بالمحامي بتاعنا خليه يتابع القضيه. حاضر يا دكتور. عايزه يديلك تفاصيل عن كل اللي بيحصل في النيابه اول باول.
وهو كذلك. ميعاد الزياره خلص. خد الولاد روحوا. يلا ولاد روحوا دلوقتي. بس ما خد البنات روحوا. وانت انا هقعد شويه. حضرتك ما نمتش من يومين وده مش كويس على صحتك. بلاش غلبه وروحي مع اخواتك. ريما عندها حق يا بابا. روح حضرتك استريح وانا قاعد. انا نمت شويه بعد الظهر. روح انت معانا. يلا يا جماعه اتفضلوا.